مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي وجمهور الزمالك، بيراميدز بيتصدر عالميا والأهلي والزمالك في التراجع. خليك معايا وهقول لك على أهم التفاصيل. الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم بيصدم جمهور الأهلي وجمهور الزمالك، وبيعلنها بيراميدز بيتفوق على الأهلي والزمالك. في البداية خليني أقول لك إن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم هو اللي مسؤول عن توثيق نتائج كل المباريات حول العالم، منتخبات وأندية، وكمان بيصنف الحكام، وهو اللي مسؤول عن جايزة أفضل لاعب، أفضل حارس، أفضل نادي، أفضل منتخب. هو ده الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم. المهم إن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم قرر يعلن تصنيف شهر 9. التصنيف جه مفاجأة لجمهور الأهلي والزمالك. نادي بيراميدز اللي لا يتلقى أي دعم من الدولة، لا اتحاد كورة ولا حتى حكام ولا حتى عنده جمهور، بيجي تصنيفه عالميا في المركز 57. أما النادي الأهلي فبيتراجع للمركز 71، ونادي الزمالك بيليه في المركز 125. أما نادي المصري فكان ليه نصيب في الترتيب وحصل على المركز 209. ده أهم التصنيف. طبعا التصنيف برضه شاف نادي سيراميكا كليوباترا ونادي البنك الأهلي، بس تصنيفهم كان متأخر شوية. سامع ناس بتقول لي هو أنت فرحان عشان بيراميدز متفوق على الأهلي والزمالك؟ الموضوع مش كده. الموضوع ان نادي بيراميدز بيثبت للكل ان الموضوع مش محتاج تعريض ولا محتاج مجاملات. نادي بيراميدز اللي بيتهاجم كتير ومبدئيا كده ما بيتلقاش اي دعم من اتحاد الكورة ولا حتى من الاعلام المصري. نادي بيراميدز اللي يعني اتظلم كتير وكمان ما عندوش جماهير بشعبية الاهلي والزمالك. نادي بيراميدز افريقيا في شهر 9 بيتصدر المركز الأول وبيتراجع الأهلي والزمالك. أما عالميا فهو 57 برضه قبل الأهلي والزمالك. تخيل بقى لو نادي بيراميدز كان بيتلقى دعم من اتحاد الكورة زي الأهلي. تخيل لو بيراميدز ليه شعبية وليه جمهور زي الأهلي والزمالك، كان ممكن نادي بيراميدز يروح بيك لفين؟ الموضوع بيثبت ان الحكاية مش في دعم اتحاد الكورة ولا اي حاجة. الحكاية ارادة وعزيمة من اللعيبة الرجالة اللي بتحب تثبت انها تستحق تكون في مكان مميز. بس الحقيقة برضو عايز اقولك على معلومة مهمة، ان نادي بيراميدز بسبب بعد الاعلام عنه وبسبب ان الاعلام مش مديله حقه وبسبب ان الاعلام مش مركز معاه، دي كانت ميزة مهمة جدا لنادي بيراميدز. هتقول لي ميزة ازاي؟ ما سمعناش مثلا في يوم الاعلام طلع واتكلم وقال ان في مشاكل في اوضه لبس نادي بيراميدز. ما سمعناش ان في لاعب عايز يمشي من بيراميدز ويروح الاهلي، ان في لاعب عايز يمشي ويروح الزمالك. ما سمعناش ان بيراميدز عنده مشاكل قيد. ما حدش بيجيب سيره بيراميدز خالص. فبيراميدز قافل على نفسه، نسبه التركيز عنده افضل من الاهلي والزمالك. لا في ضغط جمهور ولا في ضغط اعلام ولا في مساعدة من اتحاد الكورة ولا كأن حد حاسس بيه، وماشي وفجأة بتلاقيه بيتصدر أفريقيا وبيتصدر عالميا.